رجعت وياكم فيديو جديد. اليوم راح اجرب وياكم الغسالة القابلة للطي اللي هي اخذتها من شين، وهاي البيك همينة اخذتها من شين، وهذا التايت وتقرمون هاي الوصلة وسخة. خلي نجربها وياكم ان شاء الله تكون زينة مثل ما متحوبيها بالتعليقات، وهواي بتحوبيها. تعالوا يلا خلي نجرب انا وياكم. حاليا تتحط، خلي تفسها مي شوي. شوفوا انا ايش ناسية، هاي المفروض اسدها من هنا. حطيت لها مي وكنت احط لها مي وماني ناسية اسد الفتحة اللي موجودة هي هنا. المي يصب وهي تصب. راح احط الوصلة واحدة، راح احط فقط للتجربة. راح احط هاي قليل قليل. بسم الله يلا. هاي الواير مالتها هذا البلك اللي جبته على موده، من هنا البلكات مالاتي مو شي. ان شاء الله البلك اللي يطلع يشتغل هم ما انضرب، لان قبلها بفترة همين اشتريت بلك احتاج اني هيجي نوعية. شفتوا قبل فترة همين اشتريت بلك ومع الاسف ما صار ابد ما صار. يلا خلينا نجرب وياكم. يلا بسم الله الحمد لله. يلا خلينا نجرب وياكم هذه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بس شوفوا ما اعرف اذا الالوان مبينة بالفيديو او لا. الالوان تفضل. يا الله يا رب ان شاء الله تكون نوعيتها زين. هسه لا تجي. يلا خلينا نشوف. وها صلاة النبي بعد الضوء مالتها شقد حلو ما شاء الله. طبعا التصوير ظالم ما بس هو يجنن ما شاء الله ما شاء الله. هسه خلينا نختبرها، لان هم ايش قالوا بالتعليقات، قالوا بان هي ما تنشف. اوكي فخل تكمل وبيها صوت بس مو قوي. قالوا صوتها قوي، لا والله صوتها طبيعي. هاي النشافة مالته تمام، وهاي مالتها القبق هم يجي وياها. مو خافين يستبعد هيجي. يلا حسيت هيجي كافي. هاي حطيت هاي 5 دقايق وقبقتها، بس هم بيها صوت. اكيد هسه انتم مستغربين ليش قاعدة اصور لكم بالمطبخ. اول شي اني عايشة بهايم، ما عندي بيت، وتعرفون الهايم جميع اللجوء بيهن لاجئين الاعراب بالصومال سوريا اوكران الروسيين من جميع الدول. واني تخيلوا انتظرهم ينامون يلا اصور، يعني ما اقدر اصور بالنهار هوسة ومطبخ مشترك. يعني أنا هذا المطبخ مالتي 4 أشخاص وياي يطبخون 4. زين شوفون هاي الهوسة، هاي كلها شوفوا هاي كلها من هاي الطبخ 4 أشخاص. زين فظروفي كلها صعبة من ناحية التصوير. زين وبالنهار اصور لكم من هم بيكونوا بالمدرسة الاطفال بالروضة، انا يلا اقدر اصور. والقناة مالتي أنا فتحتها من ناحية السعي، من باب السعي، لأن أنا حلمي أفتح مطعم أو أستغل موهبة مالتي من ناحية الطبخ. ترى طبخات كلش طيبة كلش حلوة. إن شاء الله قلت لكم ظروفي صعبة هسه، بدي أخذ راحتي بالتصوير، آلات التصوير هم ما عندي، يعني ظروف كلش صعبة. فاللي أقدر عليه هسه أسويه، وإن شاء الله شوية شوية التعافي بالتدرج إن شاء الله. هاي وقفت هسه ما اعرف شلون اطفيها لو شنو ما ادري.
وقفت هي، ما اعرف شو بدي اسويها هسه، بس خليني اشوف شلون راح افتحها. يمكن المفروض ينفتح، ما اعرف. خليني اشوف شلون واتصور. هسه راح اوشي المي مالها بعد زين. خاصلته هي بس مو خسر 100%، ليش اكذب عليكم. حتى التاك مالته بعده ما اعرف، يجوز الخطأ من عندي، يجوز اني ما اعرف. المهم هي هاي التجربة الأولى مبدئيا هي كل زينة، كلش زينة الحمد لله. هسه راح احاول انشفها، وهم قالوا ما تنشف عدل بصراحة. انا اشتريتها لشي شغلات، مثلا تقومون للوصلة مال مسح، الوصل مال الطباخ، شغلات النواعم. اني ما اقدر اغسلهن بايدي لان تعرفون الوضع الصحي، على مود تساعدني. هي ما نظفتها هسه 100%، يعني ما سويتها ابيض ثلج طلعتها جديد، بس مهم نظف، المهم الأوساخ من عنده طلعت. هذا هو الحمد لله على كل حال. اي حبيباتي، هاي ثبتتها هنا جوا. ما اعتقد راح تنشفها عدل، لان هي كلش الوصلة اكبر من النشافة نفسها. وهاي حطيتها هنا حتى تذب ميها، بس ما اعرف شنو ادوسا حتى تنشف، ما ادري. طب خلينا ندوس هيجي، خلينا نشوف والله راح تنشف لو لا. حاليا والله في شكلها شغالة صلاة النبي، ما شاء الله ما شاء الله صلاة النبي. بس ترقص وايد ترقص. وكانت نشفة، وهاي النتيجة النهائية. والله بنات حلوة زينة وأنصح بها. شكرا شيئا. اوكي بنات، اشتروها وانتوا مغمضين. يلا حبيبات اللي هنا وانتهى الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا باللايك والاشتراك والدعم مالتكم، وشكرا لكم على كل شيء. مع السلامة.